أعزائي المشاهدين، معانا اللواء محمد حسن الصول، المحلل العسكري والخبير الدولي في يعني احنا جينا في وقت على مصر بتمر لسه مخلصين موضوع الجنود المختطفين، وكانت أنا مش عايز أقول كانت كارثة من البداية وتمثيلية في النهاية. هو الخبير العسكري السيد اللواء هو اللي يفسر لنا أو يفسر للمشاهدين الوضع كان إيه. هل هي فعلا كانت كارثة؟ هل هي فعلا كان مسلسل؟ هل هي فعلا أضعفت مصر؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هقول لحضرتك برضو بمنتهى الصدق، لأن أنا يمكن خلال الأسبوع اللي فات من ساعة تحرير الجنود دول وأنا بسأل في كل الفضائيات وفي وسائل الإعلام، وأنا أعلنت على لساني إنه أقسم بالله لا توجد صفقة في هذا الموضوع. إحنا كقوات مسلحة، وأنا يعني إذا كنت في المعاش، لكن أنا كنت رئيس أركان قوات حرس حدود الجيش الثاني الميداني اللي هو فيه الحدث. ويمكن النهارده واحنا جايين المؤتمر ده معايا زملاء، وانا مكلم احد اللواءات قائد من القاده اللي موجودين دلوقتي بيطهروا في سينا دلوقتي. طبعا انا قلت الكلام ده على الهواء، وناشدت الفريق اول عبد الفتاح السيسي، وهو احد رموز العسكريه المصريه الحاليه، ومحدش يخاف من القوات المسلحه ابدا، لان دي الدرع الواقي لمصر. لكن الحادثه اضعفت. انا ما ضعفتش، بالعكس ده زادتنا قوه. انت لو عرفت الحقيقه اللي انا عشتها هتنبسط قوي. ايه هي الحقيقه؟ الحقيقه اللي ما حدش يعرفها او اللي يعرفها الخبراء، وهو ان سينا مزروع فيها يعني مجموعات شتى من المدعين تحت بند الجهاديين والاسلاميين، حتى الموساد الاسرائيلي مزروع جوه. حضرتك يمكن من كلامك ده دليل على ضعف القوات المسلحه. طب القوات المسلحه فين؟ مش قادرين يسيطروا على الوضع ولا لا ولا هناك توجيهات معينه ولا هناك لا، انا عايز اطمنك، الاحداث اللي حصلت في المنطقه جيم، وانت تعلم اتفاقيه السلام قسمت سينا 3 أجزاء، المنطقة ألف والمنطقة ب والمنطقة جيم. المنطقة جيم المفروض حسب الاتفاقية لا وجود للقوات المسلحة خالص فيها، وهي شرطة مدنية. احنا لينا فيها 750 جندي، وأنا كنت قائد لهذا المكان في يوم من الأيام. ال 750 جندي دول باتفاقية منفصلة نتيجة أحداث حصلت في العريش من بضع سنوات، لكن لا تواجد للقوات المسلحة. فكون الإرهابيين بيعيشوا في الجبال ما هم بيعيشوا في مصر كلها دلوقتي، فمش عايزين نرمي باللومة ولا مش متحيز للقوات المسلحة. سيادة اللي هو إلى الآن لم يقبض على واحد. أنا هقولها لك وبقول لك بمنتهى الصدق، أنا قلت هذا الكلام علني وقلته في وسائل الإعلام. ال 16 جندي المصري اللي قتلوا غلة وخلاص رمضان جاي ويتم سنة كاملة، وحتى الآن كلنا وإحنا كعسكريين مش عارفين مين قتلهم وإزاي قتلهم. مش عايز أقول بقى زي مرسي فين وإزاي وليه، لا ده حقيقة مين قتل دول. دي يعني نقطة ضعف قوية. مع حضرتك بالسؤال ده بتصعب. لا مش بصعب، أنا لسه الفهم على الشعب. لا إحنا حينما قتلوا الجنود دي في أجهزة، وأنا بقول أهو دلوقتي من عبر وسيلة إعلام هيت بقول لحضرتك إنه إحنا كلنا مصر بنطالب القيادة السياسية والقيادة العسكرية والمخابرات العامة والمخابرات الحربية يعلنوا لنا قصة ال 16 جندي، لكن الأخيرة بقى ال7 دي اللي أنا عايز أطمن فيها شعب مصر، اللي اتعمل فيها نموذج لإدارة الأزمة. احنا كعسكريين عندنا فن إدارة الأزمة كويس قوي. يمكن انت شفت الأحداث اللي حصلت خلال 3-4 أيام، اللي هو بمجرد ما الرئيس مرسي جه من أثيوبيا أعلن عن تحويل مجرى النيل الأزرق
ما عرفوش يدوروا ازمه. رئيس جمهوريه برئيس وزرائه اللي كان وزير الري بوزرائه للاسف ما قدروش الازمه. انما احنا بقى القوات المسلحه ادارت ازمه السبع جنود، والسبع جنود كانوا 6 شرطه وفرد جندي حرس حدود. ادارنا الازمه ازاي؟ هنا بقى اداره الازمه، تقدير الموقف الجيد، سرعة اتخاذ القرار، الاستطلاع الجيد. احنا لينا بنود بتاعت القوات المسلحة اتنفذت. ايه اللي اتنفذ؟ احنا تم الاختطاف في منطقة الشيخ زويد. الشيخ زويد بتروح على فين؟ على جبل الحلال وجبل يلق، بتروح على منطقة احنا عارفينها كويس قوي انها مشهورة بالسراديب والجبال والمغارات. طيب انا كان يهمنا في البدايه الجيش المصري مش قادر هقولها يدمر سراديب انت متخيل هذا أو يدمر جبل الحلال. جبل الحلال 16 كيلو مغارات، لو انت وديت فرقه مشاة ميكانيكيه حطوه جواه. النهارده حرب العصابات قال ما تيجي تحسبها حضرتك وكل الناس تحسبها. امريكا عملت ايه في جبال افغانستان وعملت ايه وشافت الذل قد ايه هناك. انا كنت واحد من الناس وبعلن ده، يا رب ما تطلع طلقه في تحرير الجنود دول في خلال الأحداث دي. ليه؟ سينا فيها شعب سينا الأصيل وأهل سينا اللي من 67 لم يستطع العدو الصهيوني أنه يجندهم لصالحه. وانت عارف قصة مؤتمر الحسنة ومحاولة تجنيد أهل شعب سينا. بالعكس، شعب سينا، منظمة سيناء العربية، احنا عناصر الاستطلاع المصريه اللي كانت بتخش خلف خطوط العدو. معلش سياده اللواء، انا قعدت مع بعض افراد من اهل سيناء قالوا لي احنا كنا في ايام الاحتلال الاسرائيلي افضل حالا من مصر. ما انا ده اللي بقوله لك. اهل سيناء وشعب سيناء الشريف ده منذ بعد استلامنا سيناء ومن ساعه ما اتحررت سيناء ما حدش نظر لهم بأي بطولة، بل لم يتم تنمية سيناء. أنت عايز سيناء تدافع عن مصر؟ لماذا لم يتم تنمية سيناء؟ نعم، أهملها النظام السابق. النظام السابق ما هو ضيعها النظام الحالي. لا، النظام الحالي أسوأ مليون مرة من النظام السابق. وعلى الأقل أنا بقولها بمنتهى الصدق، على الأقل كان هناك أمن وأمان في سيناء إلا في بعض الحالات. ما حصلش الاختطاف والقتل العلني دلوقتي. فأنا بحمل طبعا النظام الحالي النصيب الأكبر في عدم تنمية سيناء.